السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأحلى متابعين. نورتوني في قناتي ومطبخي المتواضع. النهاردة إن شاء الله هنجاوب عن سؤال مهم جدا جدا. الفراخ نشتريها جاهزة ونقطعها احنا أفضل، ولا نجيبها من نجيب الفرخة كاملة، أسفة، ولا نجيبها من عند الراجل البانيه لوحده والوراك لوحدها؟ كل ده وأكتر إن شاء الله هتشوفوه في الفيديو. بس ما تنسيش تدعميني بالاشتراك واللايك فضلا وليس أمرا. نبدأ بسم الله وما توفيقي إلا بالله. أول حاجة كده أنا هنا جبت 4 فرخات، هحكي لكم قصتهم من طقطق لسلام عليكم. أول حاجة حطيتهم شطفتهم الأول شطفة حلوة تحت الحنفية بمية جارية. بعد كده حطيتهم في المية وعليهم 5 معالق ملح، معلقتين من السكر، فلفل أسمر وجوز الطيب. أي بهار قوي عندك، أنا اللي كان متوفر عندي حاليا كانت بقيت بلحة جوز الطيب. بشرتها من الحاجات اللي بتسحب الزفارة جامد جدا. طبعا يا جماعه جوز الطيب مش هتفضل جوه الفرخه، احنا كده ولا كده هنشطفوها تاني، فهي بس كل وظيفتها هنا ان هي هتسحب معانا الزفاره. انا رحت للراجل، قلت له عايزه بتاع الفراخ، قلت له انا عايزه فرختين، اطلع منهم بانيه كويس. تمام، هو بيمسكها كده يقلبها وليه طريقه بيبقى صدرها ملحم كويس. الاوراق بتبقى اصغر شويه من الصدر. الفرخة الواحدة بيبقى وزنها من 2.5 ل3 إلا ربع، لا تجيبي أقل من كده ولا أكتر من كده. كان كيلو الفراخ يوم هعمل 43. فالفراخ هتبقى في حدود، من الفرخة الواحدة هتبقى في حدود من 110 ل120. وجبت معاهم كمان فرختين كده وسط. تمام، الواحدة في حدود 65 جنيه حاجة كده. طبعا ربنا يرحمنا برحمته، انا حابه اديكوا كل حاجه بالتفاصيل. هنشوف هنقدر نطلع منها وجبات تكفينا ان شاء الله لاسره مكونه من 4 ل6 افراد. والوجبات ان شاء الله هتشوفوا بعينيكم قد ايه هي مشبعه. انا عندي تاكلي مره او مرتين بس فراخ في الاسبوع، بس تبقى اكله بشبعه. وان شاء الله كمان هنطلع من افكار انك ممكن من فرخه واحده تعملي عزومه، لو جايلك فردين مثلا، تقدري تقدمي لهم عزومه تليق بيهم بالفرخه للفردين. اول حاجه هنا انا بحضر تتبيله الشوي. بصوا يا جماعه، طبعا كل حاجه بقى كاتبه لكم، انتوا هتشوفوا قدامكم دلوقتي. بس انا عايزه اكلمكم في حاجه. الدنيا غالت قوي، ربنا اللي بيرزق ونعمة بالله، مفيش رزاق غير ربنا سبحانه وتعالى. بس اللي احنا ما بنقولش ان الرزق هيتمنع، محدش قال كده، حاشا لله. احنا بس بنتكلم ان بالفعل الظروف الاقتصادية، سواء اللي بيمر بها الله اعلم بقى العالم كله ولا الدولة بس، او ايا كان الاسباب، في اسباب بشرية حاصلة. احنا بقى هنواجهها. ربنا رزقنا زي ما رزقنا بالفلوس، رزقنا كمان بالعقل. رزقنا بالعقل اللي يفكر ازاي نواجه ده، ما هو ده رزق برضو. دلوقتي انا اول فرخه كده زي ما انتوا شايفين، الفرخه دي كانت عامله 2 كيلو ونص بالظبط. هبدا اخليها معاكم. بصوا يا جماعه، انا مش بروفيشنال خالص، لو سكاكينك مش حاميه ما تخليش في البيت. انا بس حبيت اجيب اعملها معاكم قصادكم كده عشان نشوف هنطلع قد ايه بالظبط بالظبط قدام عينينا. تمام، انا كده اول حاجه بصي بيبقى في عظمه في النص كده بنفصلها جامد، لان الفراخ الكبيره، الفراخ الصغيره بتقدري تقطعي فيها والسكينه بتمشي فيها حتى لو مش حاميه كويس، لكن الفراخ الكبيره عظمها بيبقى ناشف شويتين، فبتبقى صعبه شويه، فعشان كده لازم تكون سكينه تقيله وتكون حاميه. تمام، فانا عايزه اقول لكم النهارده بس حاجه، ان احنا هنفكر. انا دلوقتي مثلا في تتبيله الشوي حطيت مجموعه من التوابل. لا، ممكن نرجع لايام زمان شويه، ما تضغطيش نفسك بان انا لازم ابقى عندي طقم التوابل كامل. لا، كفايه نرجع زي زمان. ملح، فلفل اسود، كمون، شطه، كزبره ناشفه. الحاجات البسيطه، الحاجات الاساسيه، كان احلى اكل واحلى ريحه واحلى طعم بالحاجات دي. ما كانش فيه زمان، كان الشوربه يا دوبك بيتحط لها الحبهان والمستكه. ورق اللورا كمان ما كانش منتشر قوي، او ورق الغار زي ما بيقولوا عليه. المنظفات، جنرال بقى وكلوريكس والكلام ده، كان انضف هدوم والحاجه كده منوره، والهدوم كانت بتعيش على رغم الغسالات القديمه اللي كانت بتهري الهدوم. بس الهدوم برضو كانت بتعيش معانا. كنا شغالين بس بالكلور ويا دوبك بالربس، وفاكرين الربس بتاع زمان. عارفه ان الدنيا اتغيرت واتطورت، وطالما امكانيات متوفره جيبي. لكن مش كل مره، ما تضغطيش على نفسك. ممكن تستبدلي الحاجات الجاهزه، مره تجيبيها جاهزه ومره تجيبيها سايبه،
والدنيا بتمشي. ما تضغطيش ميزانيتك، ما تضغطيش نفسك. اللي تقدري تستغني عنه استغني عنه. انا بيجي عليا شهر بنزل اجيب بس الصابون بتاع يعني التويلت عادي، الصابون العادي خالص اللي بنغسل بيه وشنا. آه، بجيب صابون اللي اغسل بيه المواعين. ايه تاني؟ حبة كلور. اهم حاجة مسحوق طبعا الاوتوماتيك. كل دي ان شاء الله وصفات وخلطات برضو هنعملها مع بعض نوفر فيها. مش شرط ان انا لازم انزل اجيب لي انت دلوقتي، عشان لو هتجيبي بقى ولدوني مع ذلك ولا 300 جنيه منظفات في الشهر. ده اقل واجب كل شهر. فاحنا هندور ان شاء الله قدر المستطاع. بصوا بقى عشان الفيديو ما يهربش مننا. انا بعد ما خليت الفرختين الكبار وخليت الصدور بتاعتهم، بس في مقطع طبعا راح مني. خليت الصدور، طلعت الاربع فصوص بتوع الصدور. هنا خدت الوراك بتاعت الفراخ الكبيره، 4 وراك. هقطعهم طبعا. اللهم بارك، حجم الورك بسم الله ما شاء الله كبير. لو ممكن تقسميه، انا طلعت الورك قطعته على 3 قطع. 3 قطع حجمهم معقول. انتي بقى حابه تقسميهم على وجبتين تمام، يعني ال4 وراك دول طلعوا لي 12 قطعه. حابه تخليهم على وجبتين تمام، كل وجبه 6 قطع مفيش مشكله. لكن انا هنا خليتهم على 12 زي ما قلت لكم، تبقى اكله بشبعه. واللي هيتبقى منها مش هيخسر لتاني يوم. ممكن يتفصص ويتحط على بيتزايه، ممكن زي ما هو يتزود جنبه ملوخيه، يتزود جنبه اي حاجه. تمام. ويبقى دي كده اول وجبه طلعت معانا. طلعنا مع بعض ايه؟ طلعنا مع بعض ال4 اوراق. وكان ممكن برضو نخليهم ونعملهم حمام كداب، بس يعني انا حبيت ان هما يبقى عدد القطع اكتر معايا شوية، عشان اللي حابب يعني اللي عدد الاسرة بتاعته كبيرة يبقى كفت معانا. دي بعدلكم 4 دبابيس. والفخات ال4 فخات كل فخدة على 2، يبقوا كام؟ 12 قطعة. اول وجبة معانا 12 قطعة. هنشوف يا جماعة، احنا بنجيب وبنحكم. الفرختين الكبار كانوا عاملين معايا 230. هنشوفوا ال 230 جنيه دول هيطلعوا لنا بكام اوراق وبكام صدور وبكام بانيه. تمام. انا كده هنا هاخد اول فرخة صغيرة. تمام. باخد الدبابيس بتاعتها مع الاجنحة. كمان نسينا نقول ان احنا طلعنا الاجنحة بالكتف، وانا بفصل الفرخة وبخليها. طلعت الجناح، جيت من عند الكتف كده وقطعت، طلعت الجناح بالكتف. تمام. ادي كده هنا اول حاجة. يبقى الفراخ الصغيرة طلعت منها الفخاد لوحدها. اسفل الكاميرا كانتش بتصور وانا بقطعها. الفخاد لوحدها والصدور. يبقى خدت الفخاد بتاعت الفراخ الصغيرة مع صدورها، عملوا لي 8 قطع. وخدت الكتاف بالاجنحة، قطعتهم على 2، عملوا لي 16 قطعة مع ال4 دبابيس بتوع الفراخ الصغيرة. كده كام؟ 22 قطعة و12 قطعة من الأوراق الكبيرة. ودي الدهون اللي بتبقى على طرف الأوراق وبتبقى في القوانص. ودي الهياكل، الرقبات بالهياكل اللي طلعت من خلي الفراخ. أنا أخدتهم خليت برضو منهم تاني. قعدت كده أنزل أي لحم ماسك في العظم، وعملت بيهم الطبق الحلو ده. ممكن تستخدميه كشاورما، وممكن هتشوفي هنزود بيه ونعمل ايه. وهنا كمان معانا الكبد والقوانص، دي تبقى وجبة لوحدها. تعملي بيها صينية جلاش، تعملي بيها. بص احنا كل ده بنقول في افكار تاخدي منها اللي يناسبك. مش شرط ان انت تجيبي ال4 فرخات، ممكن فرختين وبس. هنا هنبدأ بأول حاجة معانا. فراخ المشوية 8 قطع زي ما قلنا، 4 فخاد للوراك الصغيرة والأربع صدور برضو. يعني الصدر بقسمه كده على 2. هنا حطيت شوية من التتبيلة في الأرضية، تتبيلة الشوي احنا عملناها في الأول واحنا صفيناها طبعا يا جماعة. وهنكب الباقي كده عليها وهنسيبها في التلاجة. يعني احنا كده ولا كده هنفرزها، ولما ان شاء الله نيجي نطلعها تاني هتتساب اكيد علشان تفك. فهيبقى لسه ايه، هتكمل في تتبيلتها. بس انا هسيبها حوالي 12 ساعة، وبعد كده هبدأ ارفعها ان شاء الله في الفريزر. تمام. كده خلصنا اول وجبة. طبعا يا جماعه انا بقول لكم انا بعمل وجبات بكميات كبيره عشان تكون الوجبات مشبعه، تقدري تقسمي الاكتر من كده صدقيني. هنا في ميه معايا، ميه حطيت عليها لبن بودر. البديل طبعا عليها كوبايه من اللبن الحليب على كوبايه ميه فقط لا غير. هنحط البهارات بتاعتنا زي اللي حطيناها في الاول بالظبط. تقدري تستكفي بالملح والفلفل بس زي ما قلت لك. هنعمل الدبابيس والاجنحه اللي طلعناها هنعملوها كنتاكي. نص مقلية جاهزة على القلي. طبعا ملح، فلفل اسمر، كاري، بابريكا، جنزبيل، توم باودر، بصل باودر. انا جايبة من كل حاجة ب3 جنيه، بقالهم شهرين قاعدين معايا من التوابل دي.
تمام. نزلت بالاجنحه والدبابيس معايا برضو، هسيبها لازم تتبل كويس قوي قبل ما اغلفها بالدقيق. هنشوف برضو ان شاء الله كل ده مع بعض. كده كانت تاني وجبة. الفيليه انا خدت فص واحد من صدر فرخة منهم، فص واحد بس. طلع لي قد ايه؟ طلع لي نص كيلو من الفيليه. عايزة اقول لكم ان الفرختين طلعوا لي الاربع وراك اللي انا طلعت منهم 12 قطعة، ده غير طلعت منهم 12 قطعة اوراك. اللي هو الورك يعني ممكن هنقول مثلا حوالي كيلو ونص من الاوراك. كيلو الوراك في السوق بكام؟ ب45 وب46 جنيه. احسبوا انتوا بقى الوركين اللي عاملين مثلا في رينج كيلو كيلو وربع، مع احنا طلعنا 4 اوراق. يعني الاربع اوراق كان وزنهم في حدود 2 الا ربع ل2 كيلو. يعني كام؟ 90 جنيه. 90 جنيه من الاوراق. وطلعوا لي بانيه بكام؟ طلعوا لي 2 كيلو من البانيه. احسبوا بقى انتوا لكم ان تتخيلوا كيلو البانيه كان يوم ما اشتريت كان ب100، يعني 290 جنيه. انا الفرختين، والله يا جماعة انا للأسف يعني غلطت غلطة ان شاء الله هصلحها المرة الجاية. الفرختين عملوا وطلعوا لي حاجات ب300 لو كنت اشتريتهم على بعض من بره. انتوا متخيلين؟ هنا الفص التالت عمل مع هاخده تاني فص من يعني اول فص خدناه طلعنا منه فيليه، عملت بيه 7 قطع حجمهم كويس جدا. وهتبلهم برضو وهشيلهم. وهنا دي هقطعها، الفص ده هقطعه واعمله بقى كده للنجريسكو. بحط له خلطه. بص انا حطيت له معلقه من الثوم، بعد كده هحط عليه معلقه من المايونيز ومعلقتين من اللبن، وده فلفل الوان. هنجيب دلوقتي اللبن وفلفل الوان، وهنسيبها بقى ايه تقعد فيها كده تتبيله حلوه محترمه. تمام. بعد كده هنا بص بقى، جبت الفصين التانيين بتوع الفرخه التانية، الصدر كامل لفرخه كامله. تمام. قطعته مكعبات كبيره. هنا سلقت بطاطسايه. تمام. يعني قشرتها وقطعتها مكعبات وحطيتها اتسلقت شويه، تبقى مسلوقه مسلوقه مستويه بس ماسكه نفسها. حطيت برضو بصلتين متوسطين. احنا هنعمل ايه هنا؟ هنعمل برجر للفراخ وكفته للفراخ. تعمل معايا كميه كبيره جدا اللهم بارك. والطعم يا جماعه بصوا، ده برغل، ده حوالي كوبايه برغل منقوعه كويس جدا ومتصفيه. والله العظيم لا هتحسوا طعم برجر برغل اسفه ولا البطاطس ولا البصل، مش هتحسوا بطعم اي حاجه يا جماعه من الحاجات دي في الوصفه بتاعتنا. هي حاجه عشان تمسك القوام بتاعي، لان الفراخ لما بتتضرب او بتتفرم بتبقى لزجه جدا، بتلزق جامد قوي. احنا بنزود قيمه غذائيه، بنزود كميه حاجه بسيطه. وكمان كان هنا مش راضي ينزل، مش عارفه ليه. تمام. بصوا حطيناهم. ضربنا الاول البصله، بعد كده اديناها فرمه لوحدها، بعد كده هتدي البرغل والبطاطس برضو لفه لوحدهم. هنا حطينا الفراخ، وحطينا كمان معلقتين صلصه عشان تدينا اللون الحلو اللي هتشوفوه في الاخر، عشان ما يبقاش لونها فسخان. تمام. لان انا هنا مش مكتره في التوابل، عشان انا عايزه افضل محتفظه بطعم الفراخ بتاعتي، مش عايزه الطعم يضيع في توابل كتير. هنبدأ نضربها كده. لا، بتحتاجي تضربي فيها كتير، افضلي اضربي فيها مثلا حوالي من 3 ل4 دقايق. تمام. زي ما انتوا شايفين كده ادي حطينا ملح وفلفل، المفروض ملح وفلفل اسود وبهارات برجر، بس انا عشان ما كانش عندي بهارات البرجر حطيت بقى المجموعة بتاعتي تاني: توم البودر والبصل البودر والبابريكا والكاري والجنزبيل. معلقة الصلصة مهمة جدا علشان خاطر اللون، مش هتحسي برضو بطعمها قوي قد ما هي هتديكي لون كده وانتي بتصبعي يبقى حلو معاكي. تمام. مش هنضيف زيت، مش هنضيف اي حاجة تانية. انا هنا الطبق اللي كان مطلعه منه الدهون بتاعه الوراك ومطلعه منه دهون القوانص، اخدتها وحطيتها برضو في الخلطة دي. اولا ضافت لي الكميه جامد جدا جدا. ثانيا ادتني الدهون. احنا لما بنعمل اي كفته او بنجيب كفته او برجر لازم يتحط لها نسبه دهون عشان تديكي الطعم والريحه الحلوين بتوعهم. فانا هنا خدت الدهون بتاعه الفراخ دهون ذاتيه، ما خدتش دهون من بره. استفدت بيها، ما هدرتش، لان ما شاء الله الوراك الفراخ الكبيره بتبقى فيها نسبه الدهون كبيره جدا. انا اي دهون قابلتني في الفراخ انا طلعتها، اخدتها وحطيتها معايا هنا في الوصفه دي. تمام.
عملت لي طبق كويس جدا من الكفتة. انا يعني صبعت استكفيت على فكرة، يعني هي الكاميرا علشان بعيد، بس حجم الكفتاية كان ما شاء الله كبير. عملت 20 قطعة من الكفتة. الطبق ده خد مني 20 قطعة. وجبة طبعا مشبعة جدا، ممكن تطلعيها في عشاء، يتعمل سندوتشات، ممكن تتعمل بقى جنب مكرونة جنب مكرونة ويتحمر جنبها بطاطس. وجبة برضو كاملة مشبعة جدا. بعد كده هاجي هنا اجيب البرجر، طبعا برضو دهنة زيت على الورقة، وهبدأ اصبع. انا بحب البرجر لما اعمله اعمل اعمليه يعني مليان شوية، والله ولا فك ولا كش. الحجم زي ما هتشوفوه دلوقتي قدامكم، الحجم بتاع البرجر فضل زي ما هو، ما كشش نهائي. ليه؟ لان احنا استخدمنا دهون الفراخ. وهنا الفرق. اسفه طبعا، بعتذر عن الاضاءه برضو كانت هربت مني، معلش. انا لسه راجعه. انا قناتي يا جماعه، انا بدات السنه الخامسه فيها. انا دي السنه الخامسه ليا على اليوتيوب. بادئه ميزانيات، كان من اول قنوات الميزانيات اللي بدات من سنين السنين، بس للاسف طبعا بتحصل ظروف بتخلي الواحد يبعد ويرجع، يبعد ويرجع. فبرضو ما كنتش واخده بالي ان الاضاءه هنا كانت اختلفت. بصوا يعني هحاول اوريكم كده بصوا شايفين القطعه ارتفاعها قد ايه؟ هتفضل على نفس الارتفاع، هتفضل على نفس الحجم. دهون الفراخ اوعي اوعي ترميها، صدقيني هي دهون صحيه جدا جدا، واستغليها. لو كنت جبت اي دهون تانية كانت هتسيح منك وكانت هتكش. احنا بنعمل حجمه يبقى حاجه كده محترمه. هنا بقى كده انا بشيل اول حاجه خلاص بعد ال 12 ساعه بدأت اشيل احنا كنا قايلين هنعمل ايه للشوي. هنعمل الفخاد بتاعه الفراخ الصغيره، الفخاد بس. احنا خدنا الدبابيس للكنتاكي وخدنا الفخاد للشوي. ممكن تستكفي بالاربع فخاد مثلا، يبقى وجبه. 4 فخاد وجبه لوحدها، والاربع صدور، لان صدور الفراخ الصغيره كان حجمها صغير جدا، والاربع صدور يبقوا وجبه تانية. بس انا هنا زي ما قلت لكم انا عايزه اعمل وجبه مشبعه. بس تكفى ان انا يبقى طول الاسبوع وجبة فراخ صريحة، ووجبة تانية معاها مشتقات. زي ايه مثلا؟ انا دلوقتي عملت وجبة الفراخ المشوية دي، بعدها بكام يوم اعمل الكبد والقوانص، اعملها بطاجن لسان عصفور، اعملها جلاش، اقطعها قطع صغيرة واعمل منها حواوشي. هتطلعي منها حاجات كتير جدا ان شاء الله. تعمليها في طبخة بطاطس بس باليخنة كده، مش بطاطس صينية بطاطس حمرا، لا، اللي هي بالبصلة كده برضو بتبقى حاجة عظمة قوي. هنا بقى جبت دقيق عليه نشا، عليه بيكنج باودر، وهحط عليه ميه. هفضل انزل بميه كده حبه بحبه علشان لحد ما توصل قوامها لايه، لعجينه الزلابيه. تمام. وطبعا تبلته برضو بملح وفلفل الدقيق ده عشان اعمل الاجنحه. انا هنا مسكت الجناح، طبعا انا كنت قطع الجناح بالكتف، فصلت الجناح عن الكتف عشان برضو يزود لي قطعه. تمام. عايزه تسيبيها زي ما هي تمام، عايزه تعمليها كده تمام. وبعد كده برضو هديها تغليف الدقيق دي كده. الكنتاكي لو كان ستريبس، الستريبس بنطلع منه من التتبيله على مش الستريبس، البروست، الفراخ البروست بنطلع من التتبيله على الدقيق مباشره. لكن التغليفه اللي في الاول دي عشان تدينا الكرمشه والقرمشه بتاعه كنتاكي. بعد ما هخلص الكميه دي هتكوني مجهزه زيت على النار سخن جدا. هتنزلي لمدة دقيقة ليس إلا أو أقل من دقيقة، تدي تقليبة يمين وشمال وتطلعي. أنا كنت بشمعها بس. ليه؟ أنا عايزة أعملها زي الفراخ الكوكي اللي بنجيبها من بره اللي بتبقى نص مقلية. طبعا هما التتبيلة دي دوب اللبن بيخلي اللحم أنسجته تدوب، بتستوي معاكي كويس جدا جدا. فاحنا عايزين نطلعها يا دوبك تنزل. طب الزيت اللي عملنا، الزيت انا عن نفسي قليت تاني يوم فيه كرنبيت ما ترماش. طب لو انا مش عايزه اقلي فيه حاجه، هتستنيه لما يبرد خالص وهتصفيه وهتحطيه في برطمان على جنب. لما بقى تيجي تطلعي ان شاء الله الفراخ دي عشان تقليها، هتعمليه في نفس الزيت. احنا مش عايزين نهدر اي حاجه. تمام. الدقيق برضو ما تخلوهوش زياده قوي، احنا مش عايزينه يقع تنفضي قبل ما تنزلي في الزيت، تنفضي كويس جدا. احنا مش عايزينه يقع في الزيت ويحرقه. تمام. وادي كان الشكل النهائي معانا. طبعا الكبد والقوانص زي ما انتم شايفين كنت عملتها الصراحه في نفس اليوم من الفخاد طلعت معايا زي ما انتم شايفين. طلعت طبقين من البرجر، طلعت تقدري تقسميها الاضعاف كده. البانيه انا برضو تبلته وغلفته تمام. دي برضو انا عاملاها على الفراخ اللي عملتها حاجات تكفي معايا يومين. لو مثلا وراكي مشوار، وراكي دروس، في اي ظرف عندك خارج، ممكن كنتي تقللي من كميه البرجر والكفته وتزودي في كميه الفيليه لو ولادك بيحبوا البانيه المقلي.
طبعا الشوي برضو زي ما قلنا 8 قطع نقدر نخليهم على وجبتين. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم الفيديو، واشوفكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.